هو انا هفضل اعمل دايت طول عمري؟ طب انا هفضل في الدايت طول عمري؟ طب انا لما اسيب الدايت بزيد؟ اولا انا هجاوبك بحاجات بسيطه قوي. تخيل معايا كده، انت قبل ما تعمل دايت بتاكل كده، يعني ايه كده، بتاكل في اي وقت، بتاكل بكميات عاليه، بتاكل سكريات طول اليوم. الدايت راح سحبك هنا، خلاص بقى بتاكل بقى ايه، بحاجات ثابته، بمواعيد ثابته، وبتتمرن وريستريكشنز اعلى وهكذا. هو حرفيا لما تسيب الدايت هتتحرك في المساحه الامنه، هتبقى هنا. ولو قربت من هنا فانت هتبدا تزيد، ولو نزلت تحت هتبدا تخس. فانت بتبدا تتحرك في المساحه الامنه، ولكن ما ينفعش تعلى قوي في ايام كتير ورا بعض هنا وتيجي تقول انا بعدها هبدا دايت، لان دي بتعمل انهيار في منظومه الحرق. مش هقول لك ليه دلوقتي لان دي حاجه شرحها يطول قوي، خلينا في المثال دوت. طيب تعالى نتكلم في مثال واضح قوي. الفول داي جلايسيميك اندكس يعني ايه؟ يعني لو في يوم كامل انت خدت فيه دقيق ابيض اللي هو عيش ابيض مثلا مع طعميه، وبعدها خدت عصير، وبعدها خدت قطعه جاتوه، وبعدها خدت مكرونه، ده يوم طول اليوم الجلايسيميك اندكس بتاعك عالي. كلهم حاجات غلط في نفس اليوم جنب بعض، حتى لو كميتهم قليله فده غلط كبير جدا. فمن الاخر الحاجات اللي انا قلتها دلوقتي دي هتتوزع على مدار الاسبوع مش اليوم. واهم نقطه ان في نقطتين اوعى ترجع لهم: السكر اللي بيتحط على المشروبات ده ما ينفعش خالص، والمشروبات الغازيه اللي هي البيبسي والمش عارفه ايه والكلام دوت، لانها هتعمل انهيار في منظومه الحرق، مش هينفع تحافظ على وزنك معاها.